السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات الأولاد. اليوم جبت لكم المقارض تلمساني. نبدأ على بركة الله. بسم الله. هنا عندي كيلو تاع سميد. كنت حيرته سميد المتوسط. هنا البنات كانت عندي طلبية اني عاملة 4 كيلو تاع سميد وراني نعطيكم العبار. هنا عندي 200 غرام تاع جنجلان محمص ومطحون، و250 غرام أو محمص ومطحون. هنا عندي 250 غرام سكر، ومعلقة تاع لافاني. انا نعطيكم العبار اللي تخدموا به، وهاد العبار اللي راني نعملو هادو كانت عندي طلبيه انني عامله هنا بالزياده. تخلطوا كل شيء مع بعض، تخلطوا لغايه داك السميد مع الاو جوج السكر، تخلطوه مليح مليح. شوفوني نخلط لغايه ما خشي يبقى عندنا داك السكر تحت ولا. تعملوا قرصة ملح، وتعملوا رابي تاع الليمون، ترابي واحد 2 حبات تاع الليمون. انا نعمل هذا الاكستريت مستحلى بالليمون، اللي عندها تعمل مستحلى بالليمون معلقه، واللي ما عندهاش تعمل 2 حبات ليم وترابيهم. والله يا البنات راني نخدم فيه ريحته ما شاء الله، والله ريحته لا شهاتني. ديما راني عاد نخدم فيه مازال ما اديته ما والو، ريحته ريها ما شاء الله. هنا تزيدو تعملوا 250 غرام تاع زيت، عفوا 250 غرام لتر مليلتر تاع زيت. نعاود نبسو كلشي داك السميد تاعنا بالزيت، نبسوه مليح مليح. شوفوا البنات راني نخلط ونعاود باش كلشي المقادير يتجانسوا معايا، ما يقعدليش السميد ناشف ولا يقعد لي السكر. تخلطوا مليح مليح. هاد الوصفه البنات ناجحه، سيوها وعينيكم مغمضين البنات. اللي ما يستعلهاش المقارض تي ولا حبتي لما هذا تعمل غير رطل تاع سميد، تي غير رطل تاع سميد وتسيه. هنا تشوفوا خلطته غايه الغايات السميد تاعي، خلطته مليح مليح، ما خليت حتى بلاصه ما خربتش فيها. شوفوا راني خلطاتو، راكم تشوفوا هو ديجا في الفيديو راه موضح بدي راه مشرب غايه الغايه. هاد الخليط هذا كي تخلطوه غايه الغايه تخليوه ساعه يريح، تخليوه ساعه. وانا خليته ساعه ريح معايا. نزيدو له دروة وحده خماره، تعملوا وحده خماره. كي تجيو تخدموه تخليو هذيك الساعه يريح، عاده تعملوا له ديك الوحده خماره. كي تجيو تخدموه تخلطوا ديك خماره غايه الغايه. دخلوه خماره تاعكم،
تشوفوا البنات راني نخلط مليح مليح. باش ديك الخمارة تاعنا تدخل غاية. هنا جبت 4 حبات بيض، تفعصوا 4 حبات بيض. البنات انا عملت 4 حبات بيض، نتوما من الاحسن اللي تحب تسيي ما تكترش، تعمل غير 2 حبات بيض وتعكر باش المقيرة تاعكم ما ينشفش معاكم وما يجيكمش يابس. سييو غير بزوج حبات وسييو. والعبار تاع كيلو نورمالمون يفدلكم من 10 بيضات وطلع. كيلو منقدش نقولكم خاطرش كل بيض وكيفاش، كاين البيض اللي يكون صغير، كاين البيض اللي يكون كبير، كاين السميد اللي يشرب، كل حاجة وكيفاش. المهم نتوما ضربوا حسابكم من 10 حبات بيض وطلع في الكيلو سميد. هنا نعكرو غير بشويه بشويه البنات. وهنا العجينه تجي معنا شويه جاريه شويه طلقه راسها، ما تجيش قاصحه. تعملوها البنات شويه طلقه راسها، مع نخليوها شويه تشرب تجينا نيشان. الحمد لله. شوفوا دوك نخليها حل 5 دقائق معايا تتماسك معايا المقير تاعي تماسك معايا، ما عملتوش انا انصح راكم تشوفوا راها جاريه، ما صعبت لي حتى في يديا. شو خليها 5 دقائق شكش تولي معنا العجينه. شو ما شاء الله. تعملوها حربوش. لا حلبوش اللي حبت البنات تعملوها هكذا تعملوا، واللي حبت تكورو كيما تاع بكري تكور، ماشي مشكل، كل وحده والطريقه اللي تساعدها في الخدمه. انا راني نوري لكم وكل وحده والطريقه اللي تساعدها. شوفوا هنا انا راه عندي ايرتات وراني نعاود نشكلهم بيديا. نشكلهم بيديا. نمولات الطلبيه قالت لي عملهولي كيما تاع بكري، عملته لها هكذا. وانتوما البنات كي تبديو تخدموا سيي غير بزوج حبات بيض باش ما ينشفش معاكم، وكي تكملوا ما تخليوش المقيره تقليوه، غير تخدموا غير شويه وقليوه، خدموا باش ما يشربش معاكم ويجيكم يابس. هنا سخنت الزيت. نصيحه البنات المقيره يحب الزيت عايمه فوقه، ما تعملوش شويه تاع زيت وتقليوه. الاحسن تعملوا حاجه غامقه تعمروها بالزيت وتطحيو المقيره تاعكم، وكيسمو والزيت تاعكم تكون سخونه، تكونوا مسخنينها غايه الغايه. وتسيي وكي تعملوا المقيره تاعي تنقصوا الغاز، نقصوه باش يطيب في خاطره. تحركوا غير بشويه البنات باش ما تفزتوش المقيره تاعكم. شوفوا ما شاء الله. من احسن البنات المقيرد ما تعطيولاش هذاك اللون الغامق. مقيرد كي تقلي واحد واشو اللون دوغي مع نزيدو نعسلوه يجينا هذاك هو.
شوفوا ما شاء الله. دوك نقسم معاكم حبة. شوفوا كشريها شاربة العسل. شتو ها هو دا المقيرة تاعنا راني كملته معاكم. شوفوا ما شاء الله كي الحبة كي اختها. شوفوا الداخل قلبه معسل وفيه دوك المكونات ما شاء الله. شوفوا ان شاء الله البنات تجربوه وتخليوا لي التعليقات تاعكم وتدعمونا باللايكات تاعكم. البنات دعمونا البنات باللايكات تاعكم وكبروا لنا الصفحة البنات باش نكمل مشواري معاكم. يعطيكم الصحة.